بعد خبر طلاق لميس الحديدي وعمرو اديب والجدل اللي اثروه على السوشيال ميديا، ورغم ان طلاق الاثنين يمكن بعد 30 سنه كان هادي جدا، اثار الخبر اللي قال ان عمرو اديب هيتجوز واحده اسمها دينا طلعت، ودي طليقه شادي ريان. شادي ريان بقى طلع بفيديو مع اصحابه وعمالين يضحكوا ويقهقهوا وبيقولوا ايه، ان العربيه المستعمله بتبقى ارخص من العربيه الجديده علشان ايه، تكون مستهلكه وايه ومستخدمه وكمان خبره. وانا مش فاهم بصراحه ايه المضحك في الكلام ده. الناس بتتكلم على العربيه، يعني المفروض ما بيتكلموش على حاجه، ولكن واضح ان الفيديو كان عباره على تريقه او تلقيح كلام على حد معين، وهي تحديدا دينا طلعت طليقه شادي ريان. ده اللي طبعا الناس فهمته، وده اللي طبيعي الناس تفهمه، لان ايه، بعد ما الخبر ينتشر وتطلع انت في فيديو بالمنظر ده وانت اساسا ما حدش يعرفك ولا حد عمره شافك على السوشيال ميديا الا بعد خبر ارتباط عمرو اديب مع دينا طلعت اللي هي طليقتك واللي انت طلقتها من كام شهر. وانا هنا عايز برضه اوضح الفرق بين طلاق عمرو اديب وايه واللي حصل، وطلاق الناس ايه او المشاهير واللي بيحصل ما بينهم. ماشي، عمرو اديب لما طلق لميس الحديدي الموضوع حسينا ان هو هادي، حسينا ان في احترام بين الطرفين، والكلام اتقال ان هي اللي طلبت الطلاق او هي اللي طلبت الانفصال، والموضوع مشي بمنتهى الاحترام ومحدش سمع عنه حاجه. ايا كان بقى اللي ايه خلف الايه الابواب بيحصل ملناش دعوه. لكن اللي ظاهر للناس الموضوع بمنتهى الاحترام، ولا هي طلعت تلقح ولا هو طلع يلقح، الاثنين طلعوا خبر الانفصال بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب، وخلاص الموضوع انتهى على كده، وكل واحد يروح لحاله وكل واحد ليه حقه والموضوع انتهى. وده للاسف ما بيحصلش مع المشاهير لما بينفصلوا. يعني مثلا ايه، حسام حبيب وشيرين كانت تطلع على السوشيال وبرده مع عمرو اديب ولا مثل حبيب يلقحوا على بعض ويشتموا في بعض، ويقول لي خدت مني، وهي تقول ده انا اديله مش عارفه بالشبشب، وهو يقول ده مش عارفه ايه. فايه كان بيبقى طلاق، تحس ان هو طلاق او انفصال بفضيحه وايه، وزي ما تقول بننشر غسيلنا ايه الوسخ قدام الناس. نفس القصه برضو فنانه تانية مع فنان تاني، بعد ما الاتنين انفصلوا طلعت برضو مع مذيعة تقول لها ده انا اللي عملته، ده هو كان راكب على كتافي، ده مش عارفه ايه، وهو الناحيه التانية يقول انا كنت عايز اتجوز عشان اخلف، فان شاء الله على السنه الجايه هتجوز عشان اخلف. بيلقح عليها ان انت ايه ما بتخلفيش، او انت مش هتجيبي لي ولي العهد اللي انا عايز ايه اشوفه. فبرضه شغل تلقيح وشغل اهانات لبعضينا. فهل ده يعني يا جماعه هو ده الدين؟ هل ده اللي يرضي ربنا؟ هل دول صفوه المجتمع؟ هل دول مجتمع هاسيندا والساحل الشمالي والكوميونتي وما حدش يبقى مننا، واحنا الهاي لايف اللي في المجتمع، وبقيت مجتمع مصر دول هم الرعاع، واحنا مجتمع ايجيبت اللي ملناش زي وملناش مثيل على الكوكب؟ المفروض ان انت اتطلقت او هي اتطلقت الموضوع خلاص انتهى، بننفصل بهدوء وبننفصل بمنتهى الاحترام، واللي ليك حق خديه، اللي عليك حاجه هاتيها، والموضوع ينتهي على كده، وندعي لبعضينا بصلاح الحال وندعي لبعضينا بالبركه. لكن ما ايه ما يبقاش الطلاق كأن احنا يعني ايه كل واحد فينا بينتقم من التاني. يعني انت عارف احنا عايشين مع بعض بما يرضي الله والحياه جميله طول ما احنا متجوزين، اول ما نتطلق الدنيا تخرب وايه وعلى الكل بقى، وده ما ينفعش وده ما بيعرفش وده اصله ما كانش كويس ودي اصله ما كانتش مش عارفه ايه. فالموضوع ما ينفعش كده. ماشي، برضو عندنا عبد الله رشدي لما انفصل عن مراته كل ساعه والتانيه طلعت تهينه وطلعت ترفع قضيه عليه مش عارفه فين، وطلعت تتكلم على الدين، وطلعت تقول ده حلو، وطلعت تقول ده وحش، طلعت تقول ده ظلمني، ده كلني، ده كان متجوزني في السر شرعي. حوارات وكلام كتير وكلام فارغ، وكلام اصلا المفروض ما يطلعش للناس. يعني المفروض ده يبقى بينكم وبين بعضيكم. ماشي، اسرار بيوت، اتطلقتوا خلاص سر بيتكم ما يخرجش لاي حد. انت بقى ممثله، انت مذيعه، انت تاجر، انت مش عارفه ايه، الموضوع المفروض ما يطلعش لحد خالص. لكن ينتشر بقى ان الناس تقعد تفضح في بعضيها وتشتم في بعضيها، وبعدين يلوموا على المجتمع ان هو بيعمل زيهم. والمجتمع بياخد بيتشرب منكم، بيتشرب افعاله منكم. انتوا المفروض انتوا النجوم، وانتوا القدوه زي ما انتوا بتقولوا، وانتوا قوه مصر الناعمه، وانتوا اللي الناس مش عارفه بتاخدكم محتوى والكلام ده كله. فالناس بتتشرب منكم، بتتعلم منكم. فالمفروض تبصوا لافعالكم عشان لما الناس حتى تعمل حاجه يبقى مش انتوا السبب، مش انتوا اللي ايه
سبب البلاوي اللي بتحصل ان كل طلاق يبقى بفضيحه، كل انفصال يبقى بفضيحه، لازم خناقه، لازم ضرب، لازم اهانه، لازم ممكن توصل كمان المواضيع للقتل زي الحادثه اللي لسه حاصله. واحده جوزها طلقها ماشي وراح اتجوز عليها، راحت رايحه له مكان شغل اتخانقت معاه بسلاح ابيض، راحت غزاه وقتلته، وطلع عليها النسويات ايه تقول لك هو اللي وصلها لكده. يعني انا وصلتها لايه؟ انا انفصلت عنها بمنتهى الهدوء ومنتهى الاحترام ورحت اتجوزت، شفت حياتي. تيجي هي تخلص عليا وتقضي عليا عشان اتجوزت بدافع الغيره، تطلع واحده ثانيه تقول لك ده هي دلوقتي كمان برضه في الغيبوبه، انتوا افتكرتوا ان هي طعنته ونسيتوا ان هو كمان طعنها. ايوه يعني انت حضرتك جايه تضربيني وعايزاني اعمل لك كده واقول لك اتفضلي كملي؟ ما انا لازم اخد حقي، لازم احاول ادافع عن نفسي، فلازم يوصل لك انت كمان اذى. وبعدين انت طالبه مني ايه؟ انا واحد ميت عايزين اتحاكم يعني مثلا؟ احكمي عليا بالسجن بتهمه الشروع في القتل وانا ميت بقى، يطلعوني من التربه يقعدوني في السجن. فيعني منتهى انا مش عايز اقول ايه الغباء او منتهى التخلف، لا بس يعني شويه عقل يا جماعه، شويه عقل، شويه عقل في الحياه، شويه عقل في انفصالكم، شويه عقل في حياتكم، شويه عقل في اسرار بيوتكم، شويه عقل في تعاملاتكم، عشان يعني المجتمع بدأ يتفكك، المجتمع بدأ ينسلخ من عاداته وتقاليده، وبقى كله ماشي ورا الفضايح وكله ماشي ورا قلة الأدب والإهانات. فدول كلمتين كنت حابب أقولهم عشان ننور يا جماعة كشاف، عشان الناس تصحصح من اللي بيحصل وتشوف إن اللي بيحصل ده مش صح، والمفروض إن إحنا بيوتنا عمرها ما تتبني على اللي بيحصل ده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والكومنت والشير، واشوفكم على خير. سلام.